مساء شريف وعظيم، اليوم الذي ينتظر آلاف بل ملايين من الناس. اليوم هو بدء فتح التسجيل للوتري الهجرة العشوائية للولايات المتحدة الأمريكية 2026. ليه 2026 وليه بنقدم عليها في 2024 وإزاي نقدم وإيه الشروط المطلوبة وإيه المواصفات المطلوبة للصورة اللي بتقدم، هنعرفها في خلال الدقائق اللي جاية. في البداية، ابتداء من يوم 2 أكتوبر النهاردة بعد الساعة 12 بالليل ولحد يوم 5/11 اللي جاي 5 نوفمبر، هتكون دي الفترة اللي تقدر تقدم فيها بشكل مجاني، ولا يوجد غير الشكل المجاني للهجرة العشوائية للولايات المتحدة الأمريكية 2026، أو زي ما هي بتختصر باسم لوتري 2026. ليه 2026؟ لأنك أنت بتقدم عليها دلوقتي، وفي 4 مايو القادم 2025 بتظهر نتيجة. ثم عقبال ما بتجهز الأوراق وتروح تعمل المقابلة في السفارة وتعمل الكشف الطبي، بتكون مواعيدك للسفر والهجرة للولايات المتحدة الأمريكية في أي ولاية ترغب فيها في 2026. طيب، هل هذه الخدمة المقدمة من الخارجية الأمريكية أو الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام بتكون بفيز أو بمصاريف؟ لا، هي مجانا تماما، ولكن توجد أماكن ومراكز بتاخد خدمة مقابل إن هي بتقدم لك. دي على حسب المكان. في بعض الكنائس بتقدمها بشكل مجاني، في بعض مراكز الكمبيوتر أو الخدمات السياحية مثلا بتقدمها بشكل أو بمقابل مادي. دي حسب رغبتك. تقدر تجيب اللابتوب بتاعك وتفتح وتكتب الويب سايت الوحيد للتقديم على اللوتري، والوحيد لان في ناس تانية بتبعت ويب سايت تانية او مواقع تانية فيك او هاك. الموقع الوحيد وهنكتبه هو على الشاشة: dvlottery.state.gov. تاني: dvlottery.state.gov. واي حاجة بتنتهي .gov دي تبع للحكومة الامريكية. اي حاجه بتنتهي .net او .org او اي يعني ويب سايت تاني لا تتبع الحكومه الامريكيه، وبالتالي انت داخل في ويب سايت غلط. طيب، اول شروط التقديم هي الصوره. حضرتك بتروح اي استوديو، بتتصور صوره بخلفيه بيضاء 5 في 5 من الودن للودن، لا تبتسم، اخلع نضاره، اخلع اي غطاء للراس سواء رجل او مراه، ويبقى الوش باين بشكل واضح جدا. والمراكز التصوير او الاستديوهات ما تحطش اي اديتنج على الصور. بعد ما تخلص التصوير ما تستناش تتحمض، لان تحميض الصور مش يعني خلي معاك، بس الاهم ان هو يبعت لك على الايميل الصوره الاوريجينال اللي خدها لك، عشان دي اللي هتعمل لها سيف على الستوري او على الجاليري عندك، ثم تبدا ترفعها ابلودنج على الموقع بتاعهم. موقع dvlottery.state.gov هيفتح تسجيل من يوم 2 اكتوبر بعد الساعه 12 بالليل. هتلاقي الموقع ما بيفتحش معاك، هتلاقي اللينك مش اكتيفيتي قبل الميعاد، مش اكتيفيتي، لكن بعد الميعاد دوت هتلاقيه تقيل معاك. ده لان في ناس كتير جدا بتبقى لودنج على الموقع، فانا فضلت او بفضل ان انت تستنى يوم او يومين. هل ده معناه ان انت هيتم اختيارك متاخر او يمكن ما جالكش فرصه عشان لسه قدمت في الاول؟ لا، هي اسمها هجره عشوائيه. في 50,000 فرصه، والاف المصريين بيجوا هنا عن طريق لوتري، بيقدموا في اليوم العاشر، في اليوم ال12، معاك شهر واكتر تقدم فيه. في اي يوم لحد يوم 5/11 بيتحطوا كله كده في خلاط واحد، وبعد كده بيختاروا منه الناس اللي بيفوزوا باللوتري، وبيبعتوا لهم ميل وبيبداوا يقولوا لهم على الاجراءات والخطوات اللي بتقدم بعد كده. طيب، لما بتفتح الموقع بتسجل بياناتك. يفضل جدا انك تسجل بياناتك من الباسبور بتاعك، ويكون باسبور ساري. لو انت سنجل هتسجل بياناتك وخلاص وشكرا على كده، وبيانات صحيحه. وانا رايي برضو بعد ما تخلص كل صفحه تاخد سكرين شوت، عشان البيانات اللي انت كتبتها دي اللي هيتم مراجعتك فيها في مقابله السفاره. لو حصل اختلاف، لو حصل تزوير، لو حصل طبعا مش التغييرات يعني مثلا في السكن والحاجات الاساسيه، هنا برضو بيترفض طلبك حتى بعد ما توافق عليك. فلازم تقدم بيانات صحيحه وسليمه جدا، مثلا اتولدت فين، سنه كام، مؤهلاتك، الحاجات الاساسيه. انت بقى لو بقيت كنت سنجل وبقيت مارد، ده شيء طبيعي. لكن لو انت مارد
وانت كتبت اللي انت سنجل، انت مش هتروح غير لوحدك، فخد بالك من البيانات اللي بتقدمها. طب لو انت متزوج بتسجل بياناتك انت كمقدم للابليكيشن، وبتسجل الاسره بتاعتك الزوجه والاولاد ان وجدوا تحت ال 21 سنه. طب لو ولادك فوق ال 21 سنه كل واحد بيقدم وحده السيبريت. طب زوجتك زي ما انت قدمت ليك وهم تحتيك، هي ممكن تقدم ليها وانتوا تحتيها. طيب انت ساكن في اي منطقه في مصر بتقدر تقدم من خلالها، مفيش اي منطقه في مصر او اي دوله حتى الان عربيه محظوره من التقديم على اللوتري. لكن لو انت اتولدت في مصر وساكن في دوله تانية بتكتب اللي انت اتولدت في مصر وساكن هل مسموح؟ ده انت حتى لو جيت امريكا از فيزيتور زائر وحصل اللي انت عايز تقدم على اللوتري، تقدر تقدم على اللوتري وانت في امريكا بالبيانات اللي انت بتحطها عندك. البيانات لازم تكون سليمه، ادي المره الثالثه باكدها. لو انت انهيت خدمه عسكريه بتسجل بياناتك. لو انت عندك يعني اي بيانات متاكد ان هي مش هيحصل فيها تغييرات، سجلها زي ما هي. وزي ما قلت لك اعمل سكرين شوت للبيانات اللي بتسجلها في الويب سايت علشان ترجع لها بعد كده. شروط التقديم سهله وبسيطه، لكن مؤخرا بدات تشترط الولايات المتحده ان انت تكون اتميت 12 سنه تعليما، يعني بحسبه مصر تكون خلصت ثانويه عامه او ما يعادلها، تجاري صناعي، يعني تكون معاك شهاده متوسطه. طب لو انت اقل فرصتك مش هتبقى موجوده وهما بيراجعوا. طيب ايه تاني مطلوب؟ المطلوب منك برضو وانت بتقدم على اللوتري او على الهجره العشوائيه للولايات المتحده الامريكيه، ان انت تحتفظ في نهايه التسجيل للويب سايت اللي بتسجل عليه بتاع الهجره، تحتفظ بالكونفirmation نمبر او الكونفirmation كود. ده مهم جدا، لان ده لو انت ما احتفظتش بيه وجيت بعد كده ترجع له هتلف السبع لفات. ولو انت بقى بتسجله عن طريق مركز كمبيوتر او سنتر او وريفر وحسوا ان انت ضاع منك وممكن يساوموك عليه، يقول لك طب احنا ممكن نجيبه لك مش بس هتدفع كده. لا، ما احتفظ بالكونفirmation نمبر او الكونفirmation كود، علشان الرقم ده بيبقى ارقام وحروف مع بعضه. هو دوت اللي انت هتفتح بيه مع تاريخ ميلادك الويب سايت تاني في 4/5 اللي جاي 2025 عشان تتاكد او تعرف النتيجه ايه. وهو بصرف النظر يعني الناس اللي بيتوافق عليها هم اوريدي الحكومه الامريكيه بتبعت لهم ايميل بتقول لهم اللي انتوا يعني كونجراتيوليشن اتوافق عليكم وتقدروا تاخدوا الخطوات الجايه ديت في الكشف الطبي وخلافه في التقديم من خلال السفاره الامريكيه بالقاهره. طيب او على حسب الدوله اللي انت فيها، انت ممكن تقدم من خلال السفارات التانية في الدول مثلا زي الكويت والبحرين والاردن، يعني وريفر انت ساكن او يعني مقيم فين حاليا. طيب الجرين كارد بيديك كافة الامتيازات اللي بتبقى موجودة للمقيمين وأصحاب الجنسية في الولايات المتحدة الأمريكية، ما عدا حاجتين، ما عدا اللي أنت يكون معاك الجواز الأمريكي، وما عدا اللي أنت يكون لك حق الانتخاب. لكن بعد 4 سنين و9 شهور تقدر تقدم على الجنسية الأمريكية، وعندما تحصل على الجنسية الأمريكية تقدر في الوقت ده إذا لم يكن لك سوابق جنائية تقدر في الوقت دوت تحصل على باسبور امريكي وتحصل على جنسيه وتحصل على حق الانتخاب في الولايات المتحده الامريكيه. لكن ما غير ذلك لك جميع الامتيازات الموجوده للامريكان او المقيمين في الولايات المتحده الامريكيه، زي مثلا الميديكال طبعا لو انت يعني ما بتشتغلش بتاخد الكاش ايد وبتاخد الفاينانشال ايد لو انت بتتعلم، وبتاخد كمان الفوت ستامب، وبتاخد الميديكال او الانشورنس ميديكال اللي هو بتاع الحكومه. تقدر تقدم في اي وظيفه ان شاء الله، حتى وظيفه حكوميه على حسب اللغه وقوتها عندك. يمكن انا عن خبرتي بالذات ان انا الناس اللي بتعامل معاهم اكتر او بنخدمهم ناس النيو كامرز او قادمين جدد. الناس القادمين جدد او النيو كامرز اللي معاهم اللوتري، معاهم ورق، معاهم امتيازات كتيره جدا بتسهل عليهم حياتهم. لكن الناس اللي بتبقى مش جايه جرين كارد الحياه بتبقى صعبه جدا عندهم، هم فاهمين اللي انا بقصده دوت، ومش وقته اللي احنا نشرح مدى المعاناه اللي بيعانوها. انت تقدر برضه وانت بتقدم على اللوتري تحتفظ بكافه الاوراق اللي هتبقى مطلوبه منك اثناء المقابله اذا توافق عليك، زي الشهادات المعتمده، زي المؤهلات بتاعتك، زي اي حاجه انت سجلتها وعايزين اثبات عليها. توفيق لجميع
وحظ أوفر لمن لا يحالفه الحظ هذه المرة إن هو يقدم السنة اللي جاية. شكرا.